بعد التصعيد الخطير الذي شهدته الأحداث الماضية، يبدو أن الحلقة 22 ستدخل مرحلة أخطر بكثير، مرحلة المواجهات وكشف الأسرار التي حاول الجميع إخفاءها. تبدأ الأحداث بمحاولة صادمة داخل المنتجع، حيث يتسلل مساعد في الظلام وهو يحمل هدفاً واضحاً: الوصول إلى سكرة وإنهاء حياتها. يتحرك بحذر شديد حتى لا يكتشفه أحد، وأول ما يفعله هو مباغتة أحد حراس المنتجع بضربة قوية على رأسه ليسقط أرضاً، ليتمكن بعدها من الدخول إلى الداخل والاقتراب أكثر من هدفه. لكن الأمور لا تسير كما خطط لها، ففي اللحظات الحاسمة يصل الشيخ صقر ومعه شاهين ومغاوش ومقناص إلى المنتجع بشكل مفاجئ. وصولهم يربك مساعد تماما، فيدرك أن فرصته انتهت، فيضطر إلى الهروب بسرعة قبل أن يتم القبض عليه. بعد ذلك يكتشف الجميع أن عوض تعرض لضربة قوية على رأسه. يحاول الشيخ وشاهين استجوابه لمعرفة ما الذي حدث، ويسألونه عن الشخص الذي هاجمه، لكن عوض لا يستطيع تذكر شيء واضح. الضربة كانت مفاجئة ولم يتمكن من رؤية المهاجم. وهنا تبدأ حالة من التوتر داخل الديرة، لأن الاتهامات تعود للظهور من جديد. فقد كان مقناص طوال الفترة الماضية يتهم مساعد بالوقوف خلف الكثير من المشاكل، لكن بعد فشل محاولة القتل وهروب مساعد دون دليل واضح، قد تحدث مواجهة قوية داخل المجلس. ومن المحتمل أن يقوم الشيخ صقر بتوبيخ مقناص بشدة لأنه اتهم مساعد بالباطل دون أدلة كافية، وقد يعتبر الشيخ أن هذه الاتهامات أشعلت الفتنة داخل الديرة. بل إن بعض التوقعات تشير إلى أن غضب الشيخ قد يصل إلى حد التفكير بطرد مقناص من الديرة إذا تأكد أن تصرفاته سببت المشاكل بين الرجال. لكن في الجهة الأخرى من الأحداث يتخذ الشيخ وشاهين قراراً مختلفاً تماماً. بدلاً من مطاردة الاتهامات فقط، يقرران فتح الملف الأخضر، فيبدأان باستجواب سكرة لمعرفة الحقيقة الكاملة. لماذا يريد فزاع قتلها بكل هذا الإصرار؟ وما السر الذي تخفيه؟ ومع استمرار الاستجواب تبدأ الخيوط الغامضة بالظهور شيئاً فشيئاً، فقد تكشف سكر معلومات خطيرة عن الماضي، معلومات قد تقود إلى كشف حقيقة فزاع ومن يكون في الحقيقة، وما علاقته باسم آخر يظهر في الحديث وهو الشيخ رشاش. هذه المعلومات قد تغير كل شيء، لأن ما كانت تبدو مجرد مطاردة أو انتقام قد يتبين أنه جزء من قصة أكبر بكثير مليئة بالأسرار القديمة. وعندما يدرك الشيخ صقر خطورة ما يسمعه، قد يتخذ قراراً حاسماً، وهو إبلاغ الدولة بكل ما تم كشفه، لأن القضية لم تعد مجرد خلاف داخل الديرة، بل أمراً أكبر قد يحتاج تدخل الجهات الرسمية. وفي الوقت نفسه يبقى الخطر قائماً، فبعد فشل محاولته الأولى يبدأ مساعد بالتخطيط لضربة جديدة، وربما يحاول تنفيذها في وقت آخر عندما يعتقد أن الفرصة أصبحت أفضل. وهكذا تتجه الحلقة 22 نحو تصعيد كبير في الأحداث: محاولة قتل فاشلة داخل المنتجع، توبيخ قد يتحول إلى طرد من الديرة، واستجواب قد يكشف أخطر أسرار فزاع والشيخ رشاش. فهل تكشف سكر الحقيقة كاملة؟ وهل يطرد الشيخ صقر مقناص فعلا من الديرة؟ وما السر الذي يجعل فزاع يطارد سكر بكل هذه القوة؟ كل ذلك قد نراه في أحداث الحلقة 22 القادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وهناك الكثير من الأحداث قد نكتشفها في الحلقة القادمة، وقد يمكننا أن نكتشف الشيخ رشاش.